أختي طلبت مني أعطيها طفلي وأنا مش مصدقة. عارفة إن العنوان يبان غريب جداً، بس اسمعوني كويس. أنا عندي 28 سنة، متزوجة راجل اسمه يوسف 39 سنة، وعندي أخت غير شقيقة من جهة بابا اسمها ليلى 24 سنة. أنا ويوسف اتعرفنا في الشغل من 5 سنين، وما بدأناش علاقة على طول. من 2 سنين عملنا خطوبة بسيطة، وما عملناش فرح كبير لأني كنت متوقعة إن ليلى هتعمل مشاكل. ليلى كانت مخطوبة قبل كده، بس خطوبتها فشلت من سنة. في يوم قالت لي لو كنتي مهتمة بمشاعري كنتي هتشيلي الدبلة من إيدك وما تبنيليش بيها. طبعاً ما شلتش الدبلة لأنها قديمة ووراثة من عيلة يوسف. دلوقتي أنا حامل في الشهر الخامس ببنت. الحمل ما كانش مخطط ليه، بس فرحتنا كبيرة جداً. يوسف متحمس جداً لأنه هيبقى أب البنت، وده مضحكنا. من ساعة ما أعلنت عن الحمل بطريقة بسيطة على العشاء، ليلى بقت باردة ومتنفرة معايا. بصراحة مش فارق معايا قوي، إحنا مش قريبين أصلاً. بس لاحظت إن لما بنروح بيت بابا أو في أي تجمع عائلي، هي بتكون متقربة جداً من يوسف وبتضحك على كل نكتة يقولها. أنا واثقة في زواجي فمش متضايقة، وده بيخلي تصرفها باين سخيف. في يوم من الأيام، في تجمع عائلي كبير من جهة ماما وبابا، كنا بنتكلم عن أسماء البيبي. فجأة ليلى انفجرت وبدأت تصرخ وقالت: أنا اللي استاهل جوز وطفل، مش انتي عمرك ما كنتي عايزة زواج ولا أولاد، كنتي مركزة على شغلك. وبعدين مشيت غاضبة. بعدها بابا ومراته وليلى اجوا بيتنا عشان يتكلموا، وبجدية شديدة طلبوا مني أدي ليلى الطفل بتاعي. مش هزار، كانوا بيتكلموا بجد. قالوا لي إن هي أحق بالطفل مني لأنها هتكون أم أفضل، وأنا ممكن أهمل الأمومة عشان شغلي. يوسف اتصدم جداً، ومن بعدها طردهم من البيت، وأنا سمعت ليلى ماسكة إيده وبتقوله إنها تقدر تكون أم ممتازة. عيلة ماما كلها معصبة جداً، وأم ليلى قالت إن تصرفي كان خبيث، وإني أنا وجعتها لما عملت الخطوبة، وعلشان كده لازم أعوضها. وكمان قالت إن رأي ماما ما ينفعش. أنا حرفياً مش مصدقة اللي بيحصل. إيه الجنون ده؟